اهلا بكم في قناة حلو حادم مع مريم، وحشتوني كتير جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم كيكة مميزة وجميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. يعني لو عندك حبيتين من الموز او 3 واسودوا والاولاد مش عايزين ياكلوهم، اوعي ترميهم، هنعمل بيهم احلى كيك ممكن تاكليه في حياتك. شايفين هي هشة وجميلة قد ايه؟ ان شاء الله لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. هنقطع ونشوف هي هشة قد ايه. أتمنى تجربيها وتعجبك. يلا نشوف مقادير الوصفة معانا، وإن شاء الله بمشيئة الله مش هتبطلي تعمليها. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. أول حاجة هنا معايا 3/4 كوباية من السكر ويكون ناعم الحبيبات، ومعايا هنا 50 جرام من المية، وهسيب السكر لحد ما يتكرمل. أنا هنا مش هحط أي معلقة، كل اللي عليك إن انتي بس تهزي في الطاسة بتاعتك أو الكازرولة بتاعتك، وما تحطيش أي معلقة، لأن لو حطيتي المعلقة في الوقت ده هيسكر منك. ولازم يكون سكر أبيض مش بتاع التومين، لو بتاع التومين هيقطع معاكي ومش هيديكي النتيجة اللي انت عايزاها خالص. تمام، انا هفضل هز فيه بالشكل ده لحد ما ياخد لون الكراميل معايا. كده خلاص بدأ ياخد اللون الكراميل معايا اهو. ده اول درجاته. طبعا مش هتسيبيه خالص ولا ثانية علشان بيتحرق بسرعة. انا هنا هديت النار شوية، وفي الوقت ده هستعمل المعلقة علشان لو في حاجات على الجوانب ما تتحرقش مني وهيبقى طعمه مرر معايا. واول ما اوصل للنتيجة اللي انا عايزاها هقفل النار على طول مباشرة. تمام، وده شكله كده خلاص. انا هقفل النار بتاعتي وهصبه على طول في الصينية بتاعتي. الصينية دي انا دهنتها بزيت، تمام كده، علشان لما احط الكيك ما يلزقش مني، وهسيبه يبرد تماما براحته، وبعد كده هنشوف الخطوة اللي بعدها. انا هنا قربت الكاميرا علشان تشوفوا شكله عامل ازاي، ولازم تصبيه وهو سخن علشان بينشف معاكي بسرعة. هسيبه وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعدها. لعمل الكيك معايا هنا 150 جرام من اللبن او 150 ملي من اللبن، وعليهم معلقة خل، والخل هنا يقطع معايا علشان يكون زي اللبن الرايب بالظبط. تمام، اللبن هنا يكون دافي. هجيب بولة نضيفة كده واحط البيضتين، وبعدين هنزل ب3/4 كوباية من السكر، وهضربهم بالمضرب لحد ما لون البيض او الخليط يفتح معايا. لو مش متوفر عندك مضرب هيبقى بالمضرب اليدوي العادي خالص او بالخلاط، لانها كيكة سهلة جدا. وهنا ضفت ظرف من الفانيليا. تمام، وبعد كده هنزل بالزيت بتاعي خيط رفيع جدا، وهستمر في الضرب لحد ما كل الخليط يمتزج معايا. مقدار الزيت هنا كان نص كوباية من الزيت هيساوي 100 جرام، ومعايا رشة من الملح، ومعايا هنا كمان اللبن الرايب اهو اتقطع معايا، او الحليب بتاعي اتقطع معايا علشان الخل. تمام كده، وهضيفه وهخلطهم كويس جدا تمام بالشكل ده، وهشيل المضرب بتاعي. ومعايا هنا كوبايتين من الدقيق هيساوي 200 جرام، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو معلقة كبيرة من الكيك شيف يساوي 10 جرام. الكوباية اللي هتعايري بيها جميع المقادير بتاعتك. تمام، وهنزل بالدقيق هنا تدريجي كده، مش هحطه كله مرة واحدة. شايفين القوام؟ أنا عايزة القوام انسيابي بالشكل ده، مش عايزاها تقيلة. أنا عايزة قوام الكيك يكون خفيف معاكي. ومعايا هنا شرايح من الموز تكون متوسطة،
ما تكونش خفيفة قوي علشان يبقى شكلها ظريف معاكي، وهرصها كلها بالشكل ده. تمام. كده خلاص انا خلصت الموز بتاعي، وهجيب الخليط بتاع الكيك وهصبه على الموز. والصينية هنا مقاس 20، لو مش متوفر عندك هتعملي في 22. وهديها خبطتين بالشكل ده علشان لو في اي هواء يطلع منها. تمام. وهدخلها الفرن، هتاخد معايا بالظبط حوالي من 45 ل50 دقيقة. وهنا بجيب صينية فيها مية. تمام كده. وفيها معلقة من الخل علشان الصينية ما تبص منك او تسود. وهدخلها الفرن على 180 درجة، ولما تطلع ان شاء الله هوريها لكم. خلاص الكيك بتاعي طلع من الفرن، وحبيت اقلبه معاكم واوريكم شكله هو جميل قد ايه. شايفين شكلها ما اتحرقتش ولا اسودت علشان انا حطيتها في صينية فيها مية. والخطوة دي مهمة جدا وضرورية علشان الكيك ما يسودش منك او طعمه يمرر. كان هنا معايا الكراميل بتاعها، طبعا كان في الصينية، حطيت له معلقتين من المية، وحطيتهم على النار لحد ما ساحوا. والخطوة دي لو حابة تعمليها مفيش مشكلة. شايفين شكل الكيك يجنن، طعمها فعلا تستاهل التجربة، وكمان حاجة مختلفة. وفي نفس الوقت بنغير. ان شاء الله هعمل معاكم سلسلة من الكيكات بمشيئة الله تعجبكم. هوريكم دلوقتي هي هشة قد ايه. شايفين؟ حاجة اقتصادية ومش مكلفة خالص، حبايتين موز كنا هنرميهم. طبعا عملت لنا حاجة جميلة جدا، وان شاء الله هتبقى ادمان وهتعتمدوها. اتفضلوا معانا. الف هنا للي شاف والف هنا للي كال. اتمنى وصفاتي تعجبكم وتنال رضاكم. والمقادير ان شاء الله هحطها لكم في صندوق الوصف علشان لو نسيت اي حاجة تدخلوا تشوفوها في صندوق الوصف. ودلوقتي خلص الفيديو بتاعنا، واقول لكم باي باي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. استنون ان شاء الله الفيديو الجاي.